بخطى أثقلها التألق أعاد ياسين إبراهيم رسم مساره مع الكرة ومع بورتو الذي قيل إنه قناة مفتوحة لكل باحث عما يريده من اللاعبين. أما ما أراده ياسين فعائد إلى التنشئة الكروية في أسرته. نحن عائلة تحب كرة القدم كثيرا، فهي رياضة من السهل ممارستها. بوجود الكرة نستطيع اللعب أمام منازلنا أو في أي مكان، وأنا منذ صغري أمارس الكرة في حينا. لم يكن يدري أنه سيطير خارج فرنسا لترتفع أحلامه، بل أسهمه من غرناطة إلى بورتو، فوجه فردياته خدمة لجماعية الفريق، فكانت صناعة الفرص هواية وهز الشباك في غالب الأحيان غاية تعدت حدود الأهداف لتصل إلى طرق باب التاريخ كأول لاعب عربي يسجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا. إبراهيم تهاطل عليه الثناء حتى بأثر الرجعي لينال لقب أفضل لاعب إفريقي في الليغا الموسم المنقضي، ومن ملاعبها اختار قدوته. اللاعب الذي أثر في كثيرا هو رونالدينيو في السنوات الماضية وإنيستا في الفترة الأخيرة. رونالدينيو وإنيستا هما من جعلاني أحلم بالكرة. جابها بخجله بل بذكائه كل الصعوبات، وما ساعده على تذليلها في بورتو أنه كلما ذكرت الجزائر اتجهت البوصلة نحو رابح ماجر. منذ مجيئي إلى بورتو حدثني الكثيرون عن رابح ماجر وما فعله في بورتو. رابح ماجر لاعب كبير في أوروبا وفي الجزائر، لقد كتب التاريخ، وهذا ما سيدفعني إلى العمل كثيرا للتطور ولتحقيق الألقاب مثل ما فعله. قيل إن إبراهيم مكافح صامت لا يسمع دوي قدميه عادة إلا بعد أن تتحرك الشباك.